دريات دراري كيفكم؟ زيدوا تسمعوا لهادي. كتب لمراتو الدار، خرجاتو منها، لاحتو للزنقة ووراتو الوجه الثاني. هاد خاينة تيقول تعرفت على واحد البنت، بغيتها وبغيتني، وصلنا للزواج وتزوجنا، مفاهمين في الحياة الزوجية ديالنا. انا موظف بداري بطونوبيلتي وما خاصني حتى خير، معيشها مزيان، ما خاصها حتى حاجه، كلشي موفرو ليها، فرحانين مع بعضياتنا ومهنين. ولدات معايا 2 وليدات، وصدقات معايا مرة الله يعمرها دار، ما عندي معاها حتى مشكل، كنثيق فيها وكتثيق فيا، عايشين حياة اللي عادية وسعيدة، رغم انه تيكونوا الخلافات ماشي ما تيكونوش، ضروري كنتخاصموا حتى حنايا بحال كاع الازواج مرة، ولكن هي كتصبر ليا مسكينه، وكيف ما كنقولوا ما كديهاش فيا، كدير عين شافت وعين ما شافت. فواحد النهار كنت جالس مع واحد صاحبي في القهوه، وهو يقول لي انه دار راسو كتب لمراتو الدار، قبيح معاه وكتخاصم معاه بزاف وكتعاندو بزاف، والد معاه 3 الوليدات، وتيقول معليش نصبر على ود الولاد، كل مرة تيبغي يطلقها وتيقول حشومة على ود ولادي. هو يقول ليه راسو غادي نجربها، هي عصبية وقبيحة ولكني قلبها بيض، غندير راسي كسبت ليها الدار ونشوفها كيفاش غادي تتصرف. كتب ليها الدار، ومن اول تخاصم معاه خرجاتو للزنقة، تأكد انها ما تصلحش نهائيا، وداك الطلاق اللي شحال هو تأجلو خاصو ينفذو. مشيت للدار بقيت كنفكر في هادشي اللي دار صاحبي مع مراتو، وقلت مراتو كيعود عليها ما مزياناش، وداكشي علاش دارت معاه هاد التصرف. نجرب حتى انايا هاد الدريويشه ونشوف ردة الفعل ديالها، واخا انا متاكد انها بنت الناس وما غديرش التصرف اللي تصرفات مرات هاد صاحبي. مشيت للسيبر وكتبت ورقه انني كسبت ليها الدار، بقيت ديتها. مراتي شحال الشهاده ما عندهاش شي قرايه. نهار عيد ميلاد ديالها عطيتها الكادو، الورقه ديال الكتبه في الدار في جوا، حلات وقالت لي شنو هاد الورقه؟ قلت ليها راني كسبت لك الدار، تستاهلي كل خير، صابره معايا، مربيه ليا وليداتي ومزيانه معايا وما كتخسريش ليا. قالت لي ما كان لاش زعما تكسب ليا الدار، ولكني ملي درتيها تاكدت انك تتبغيني ديال بصح، وفرحت بزاف. خدات الورقه ديال الكتبه ديال الدار وخباتها وكانت فرحانه. دازت الايام والمرا بدات غادي وكتبدل وغادي وكتقبح معايا. فين ما يوقع بيناتنا شي شجار ونتخاصمو ما بقاش كتسكت كيف ما كانت، ولات كتعطيني وعطيان ديال الصح، ولات كتعاير حتى بالمعيور الخايب، وصلت لدرجه ديال التخاصيم اللي خايبه بزاف. ولا تقول لي ما عجبك حال هز شطيطك وخرج عليا، الدار راه داري دابا وصافي، ما بقى صبر معاك، صبرت لك ما فيه الكفايه. حتى من امها وخوتها ما كانوش كيجيو بزاف، ولاو يجيو بزاف. قالت لهم راه كتب لي الدار، ولاو زعما داصرين كل مره جايين، وتقول لي امها دار بنتي ايوا نجلسوا وقت ما بغينا، وبلا انا ما نكون قايل لهم حتى حاجه، زعما راك واك كتبتيها لبنتي ودابا ما عندك ما تقول. تصدمت وليت هكا نشوف في هاد المراه كيفاش انها ضمنت الدار في سميتها، تبدلات وصبرها طار وصوابها مشى ومعقولها ما بقاش. سبحان مبدل الاحوال،
الواحد فاش يضمن راسو كيتبدل في مرة، ما كتبقاش تعرفو، كيكون درويش غير حيت ما عندوش والطرف الاخر اللي مسيطر عليه. اما فاش كيتمكن ما كيبقاش كيف كان. وهذا الشيء اللي دارت مراتي المحترمه، مراتي المزيانه ومراتي الصباره ومراتي اللي كنثيق فيها، تبدلات 180 درجه من بعد ما ضمنت ان الدار في سميتها، ولات باغا ديرني انا تحت الصباط ونسكت ما نهضر ما نتكلم. تخاصمنا واحد النهار تخاصيمه اللي كبيره، خرجت زعفان ومشيت في حالي لدارنا، جلست يومين في دارنا، قلت نبرد شويه. ملي جيت بغيت نحل الباب لقيتها مبدله القفل ديال الدار. صونيت عليها في التليفون، قالت لي سر المحكمه راك كتعرفها، انا وياك ما بقات لينا عايشه مع بعضياتنا، ما بقى لينا زواج، المحكمه دير اللازم وحوايجك راه غادي يجيبهم لك خويا حتى لداركم. مشيت في حالاتي، تصدمت وبقيت غير كنشوف. يا ويلي يا ويلي، المرأة لاحت لي حوايجي، سدت عليا الباب وجرت عليا، ولات باغا الطلاق. اخوها فعلا وجاب لي حوايجي في الطريبورطور، جمعاتهم ليا في السيكان، ما خلات حتى حاجه من الحوايج عندها في الدار. وصيفطت ليا رانا كنتسنى في الدعوه ديال الطلاق، ولا ما درتيهاش راه انا اللي غنمشي ندير دعوه. وقلت لها واخا كوني هانيه عا جلسي، انا غنصيفط لك الدعوه ديال الطلاق. ما عطلتهاش بالفقصه والقرحه اللي تقرحت. وهذا الشيء اللي دارت ليا جاب الله ما كاتبش ليها الدار ديال بصح، اما كون كاتبها ليها ديال بصح كون جاتني سكته قلبيه ومت في البلاصه. مشيت نجري درت الدعوه ديال الطلاق وطلقتها، ومشيت عندها حتى للدار وبقيت نغوت حتى حلات ليا. ديت معايا المعلم وبدلت القفل ديال الدار وبدات هي تغوت. وقلت لها علاش كتغوتي؟ الدار راه ماشي ديالك راه ديالي. قالت لي واه كتبتيها ليا وكانت ديالك شحال هذا، اما دابا راه ديالي وما عندك حتى حق فيها. وقلت لها ديك الورقه اللي كتبت ليك انا كتبتها غير راسي في السيبير، ديها للناس يقراوها ليك، راني غير كنضحك معاك. ساعتين نتي ما عرفتيش تضحكي، انا غير بغيت نجربك ونشوف المعدن ديالك والاصل ديالك، وكنت متاكد انك مرا مزيانه وما غاديش تبدلك وحتى حاجه ما تبدلك عليا. ساعتي صدق العكس، كنتي مزيانه معايا وصابره غير على حساب حاجتك وغير حيت ما عندكش. داكشي علاش وريتي وجهك الحقيقي. ودابا هزي حوايجك وعطيني اتساع. وليداتي بغيتيهم راهم ديهم، راه المخزن هو بيناتنا، شوفهم الوقت اللي عطاوني ونفقتهم راه غادا توصلك. ما بغيتيهمش خليهم معايا، عايشين في دارهم على عيني وعلى راسي. مشات دات الورقه وتاكدت انه راه ما كاين والو من ديك الكذبه، ورجعت عندي طلب وتزاوق باش نرجعها. قلت لها والله لداري لا رجعتي، وليداتي راه غيبقاو بيني وبينك وغنبقى نشوفهم، ولاني نتي ما بقيتي ليا مرا، ونتي اللي بغيتي الطلاق وطلبتيه واصريتي عليه. ايوا سيري دابا لعند امك وخوتك اللي ولاو حتى هما يا دايرين ليا حاله معاك، سير عندهم يسكنوك ولا يكتبوا لك الدار. وبديت نضحك وجريت عليها، ما كتستاهلش، خايب ظني فيها. انا فعلا جربتها وانا فرحان ومتاكد
أنا غادي تصدق كيف ما هي وما غاديش تبدل، ولكني صدمتني صدمة عمري. بقيت كنشوف وليداتي ونفق عليهم، ولكني ندمت بزاف. قلت كون غير ما جربتهاش. ما عرفتش واش انا اللي غلطت ملي درت هاد الشي. فيقتها وخسرت حياتي الزوجيه، لهاد التجربه اللي درت كانت في محلها باش نعرف معدنها. دريات الدراري، اش بان لكم في هاد القصه؟ واش هاد السيد كان على صواب ملي جرب مرتو اولا لا؟ ما كانش خاصو يدير هاد التجربه كاع ويوصل للطلاق هو وياها ويخسر حياته ويخسر وليداته. خليو لينا في التعاليق الرأي ديالكم، وما تنساونيش شاركوا باش يوصلكم الفيديوهات وديروا لي القليب والاكسبلور والبارطاج باش شويه الكونت يطلع. راكم عارفين ما كنديروش كوبي للقنوات، هذا راه مجهود ديالنا الخاص ونتمنى يعجبكم. لاحوا عندي القصه الجايه ودوزوا بخير.